هي دي عصاير رمضان اللي من حقها ان هي تتخزن. يلا قومي، مستنية ايه؟ تعالي خزني معايا. ده مكون واحد سهل وبسيط وموجود في كل بيت. اهم حاجة نصلي على الحبيب المصطفى ويلا بينا نبدأ. زي ما انتم شايفين انا جايبة ده كوباية من الكركديه. ماشي، هبتدي ان انا اجيب مية في قلب حلة واروح نازلة بيها، واروح جايبة ده تمر هندي. انا بطقت لكم الصورة علشان تعرفوا اسمه. باخد نصه كده واروح نازلة عليه وابتدي احطهم على النار وهسيبه ل10 دقايق لحد ما يغلي. وبعد ما يغلي 10 دقايق هروح جاية مصفياه وهبتدي ان انا اصفيه بالشكل ده. وطبعا الشواية اللي هما انت صفتيهم دول تقدري تحط عليهم كوباية مية تاني او شفشق مية وتديهم غلوة وتشربوهم في نفس الوقت. يعني كل حاجة هنستفيد بيها. يعني كده نحطها في الفريزر معاكي لحد تاني يوم، لحد ما تبقى متماسكة بالشكل ده. وهتبتدي تاخدي معلقة واحدة بس وتعملي بيها الشفشق بتاعك. وبكده الفيديو بتاعنا خلص. هو كان صغير بس جميل قوي قوي وحلو قوي وحاجة كده جميلة. يعني حاجة كده على الطبيعة، ولا هتحتاجي تحطي اي حاجة صناعية ولا اي حاجة خالص. لو وصلت لحد هنا يا ريت ما تنسيش تحط لنا لايك وتعليق وتقولي رايك في الوصفة وتصلوا لنا على حبيبي المصطفى في التعليقات. واشوفكم في امان الله.